لو عايزة تكوني مميزة ويكون دايما طبيخك أفضل طبيخ، يبقى لازم ما تستغنيش عن الطماطم أو معجون الطماطم اللي انت شايفاه ده. لازم يكون الفريزر بتاعك دايما فيه أكياس الطماطم دي أو برطمانات الطماطم اللي هي الصلصة. ما تستغنيش عنها أبدا أبدا في مطبخك. صلصة الطماطم دي يا جماعة بتخلي الطبيخ مميز جدا، لونه أحمر، طماطم بيور ما شاء الله، سكر كده. ما تستغنيش عنها أبدا، ولازم كل ما تحس إن هي قربت تخلص تجدديها وتعمليها وتخليها دايما موجودة عندك في الفريزر. مش عشان الغلا ولا عشان مثلا ان رمضان قرب، كل سنة وحضراتكم طيبين، لا ابدا، علشان ان هي اساسي في المطبخ. بجد يا جماعة صلصة الطماطم ديت بتختلف. انا عن نفسي كل ما بحس ان خلاص الطماطم عندي قربت تخلص، بروح بسرعة اجيب قفص الطماطم او عداية الطماطم اللي انتوا شايفينها ديت. هي فيها 25 كيلو، والطماطم بسم الله ما شاء الله حمرا وزي الفل، وما بيطلعش منها يعني بجيبها على بعضها كده واعمل الكمية ديت. هي ممكن تكون في اول ما بجيبها متعبة شوية، بس بعد كده بصراحة بتريحني على طول. ودايما الطبيخ بتاعي بجد بيكون مميز، والكل بجد بجد بيشهد لي فيه وبيقولوا ما شاء الله طبيخك بيبقى حلو، وما شاء الله اللون بتاعه بيبقى احمر وجميل. والطماطم دلوقتي مسكرة وحلوة، وفي نفس الوقت هي مش غالية قوي، تقريبا ب 8 جنيه. هنلحق نعملها، نستفاد منها قبل رمضان ان شاء الله، ان يكون عندنا موجودة مصلصة على طول. وفي نفس الوقت انا عامة طول السنة بجددها وبعملها. اول حاجه جبت الطماطم زي ما انتم شايفينها دي، كان قفص كده 25 كيلو، وبدات كده حطيته في ميه، الميه دي فيها خل، وحطيته بقى كده. كان عندك حله كبيره او بلاستيكيه كبيره، انزلي فيها وحطيها كده في الخل، وابداي نضفيها كده بالراحه وقطعيها كده 4 قطع، وحطيها في الحله اللي هتحطيها على النار على طول. طبعا بدأت بغسلها كده، واهم حاجة بتطلعي كده الحتة اللي فوق، اللي هي بتبقى الحتة الخضراء كده، اللي هي بتبقى في الطماطمية من فوق، لان ديت بيبقى فيها كل الرش وكل الحاجات اللي بيرشوها بتبقى فيها هي، وفي نفس الوقت بتدي خضار للطماطم. فاحنا بنحوشها خالص ونبدأ نفتح كده 4 فتحات للطماطم وننضفها ونخرجها. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، انا بعمل الكمية دي اول ما بحس انها خلاص بدأت ان هي الفريزر عندي بقى فاضل فيه 4 أكياس كده أو 5، خلاص بروح بقى أبدأ أعمل الجديد. وهقول لكم على سر المكون اللي هيخليها تعيش معاكم سنة سليمة، وفي نفس الوقت تفضل معاكي حمرة وجميلة وما شاء الله عليها، تبقى جميلة جدا معاكي في الطبيخ. وإزاي تعملي طماطم المحشي لو عايزة طماطم المحشي، ولو عايزة الطماطم اللي هي بتاعة الطبيخ العادي تعمليها إزاي. هنا كانت الكمية تبارك الرحمن زي الفل، قطعتها زي ما انتم شايفين، رفعتها على النار. مش هحط لها اي حاجة دلوقتي غير ان انا هحط لها كوباية بس من الطماطم او كوبايتين صغيرين من المية، اسفة. وهسيبها لما براحتها خالص، لما تبدأ هي هتنزل ميتها وتستوي معانا. وهعرفها ازاي؟ هقول لكم هنعرفها ازاي. فيما كانت الطماطم ما شاء الله بتاخد الغلوة بتاعتها، نزلت المية بتاعتها كلها، بس كانت لسه طبعا لسه بدري عليها، هسيبها بتاع ربع ساعة كمان كده وهرجع اشوفها. طب هعرف ازاي ان الطماطم بتاعتي كده خلاص وان انا هطفي عليها بقى النار؟ لما الاقي القشرة بتاعت الطماطمية خلعت من الطماطم، من اللحم بتاع الطماطم، يبقى خلاص كده الطماطم بتاعتي استوت ومش عايزة اي كلام خالص. رفعتها على النار اهو تبارك الرحمن. انا كان عندي الحلة دي كبيرة فخدت الكمية كلها، وهسيبها. طب انا ما عنديش بنجر بقى، لا هحط بنجر ولا هحط عليها اي حاجه. انا هوريكم المكونات اللي انا بحطها، ولو ما عندكيش البنجر، ومع ان البنجر موجود دلوقتي بس برضو ما فيش اي مشكله. كانت هنا خلاص تبارك الرحمن معايا القشره بتاعتها بقى طلعت زي ما انتم شفتوا، والميه بتاعتها دي كلها انا هركنها على جنب، انا مش عايزاها خالص. هبدا اصفي الميه دي كلها كده، انا مش عايزه الميه دي خالص. انا الميه دي طبعا نزلت منها هي كميه ميه كتيره، فطبعا انا همسك الميه دي اصفيها كلها واحوشها. وكانت الطماطم معايا هنا استوت وزي الفل. خلاص بقى كده انا هبدأ ان انا اطفي عليها النار واسيبها لحد ما تبدأ ان هي تبرد تماما، علشان انا ما عنديش هاند بلندر. لو عندك هاند بلندر انزلي على طول كده في الطماطم وفرميها، بس بعد ما تخرجي كمية المية اللي فيها ديت، ما تخليهاش فيها خالص، علشان ما تخليهاش طرية وتاخد معاكي وقت على النار تاني. هبدأ أصفي كمية الطماطم زي ما انتم شايفين، اللي هقدر عليها أصفيه، واللي كده هصفيه وأنا بعمل. جبت بقى معايا مصفى كبيرة وجبت بولة كبيرة كده، وهبدأ في الخلاط، قعدت كده في الأرض، وهبدأ أعمل بقى كده. النبي عربي يا جماعة.
هنبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده في الخلاط، ناخد خلاط نفرمه وننزله كده بالراحة ونشوف هنعمل ايه. هنا كان تبارك الرحمن بقى بنبدأ ان احنا زي ما انتم شايفين لازم تتصفى. طيب دي لو انا عايزة اعملها للمحشي، لان انا سواعي بعمل منها برضو للمحشي. المحشي بقى ما بصفيهاش، بتاعة المحشي ما تصفيهاش، خليها بالتفل بتاعها. هو ما بيطلعش منها تفل كتير يعني، ده بتطلع ال25 دول ممكن يطلع منهم طبق صغير كده، بتطلع منهم حاجة بسيطة خالص. فإحنا بالضبط بنعمل إيه، بالضبط لو أنتِ هتعمليها للمحشي سيبيها بالتفل بتاعها أو القشر بتاعها، ولو مش هتعملي محشي لأ صفّيها زي ما إحنا بنصفّيها كده لو هتعمليها للطبيخ. شايفين اللي نزل من المصفى حاجة لا تُذكر، يعني حاجة بسيطة جدًا. هنكمّل برضه بنفس الطريقة كده، ولمّا نضرب الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين. طبعًا يا حبايب قلبي بجد والله الطماطم دي يعني هتريّحِك صدّقيني كتير، وبسم الله تبارك الرحمن بتبقى حمرا معاكِ وجميلة، بتخلّي الطبيخ بتاعِك ما شاء الله أحمر وجميل وبيبقى مسكّر، لإن الطماطم بتاعته واخدة حقّها في كل حاجة. وطماطم اليومين دول ما شاء الله كل حاجة في الشتا بتبقى جميلة، الطماطم حمرا كده وجميلة وما شاء الله تبارك الرحمن، مسكّرة كمان، على طول، على طول نعملها. أنا الصراحة ما باستغناش عنها إطلاقًا في المطبخ، دايمًا موجودة معايا في الفريزر على طول. هنا بقى كانت تبارك الرحمن نازلة هي ما شاء الله عليها مش محتاجة كلام، طبعًا أنا هنا وأنا باعمل باصفّي. كان هنا خلاص يا حبايب قلبي الطماطم نزلت معانا تبارك الرحمن، حمرا وجميلة ما شاء الله زي الفل معايا زي ما أنتم شايفين. طبعًا هابدأ بقى دلوقتي هارجّعها تاني، هنا كانت الكمية قسمتها لإن طبعًا البولة ما خدتش، فبدأت إن أنا أقسمها زي ما أنتم شايفين كده في الحلة برضه تاني اللي كنت باسلُق فيها، يعني اللي كنت باسلُق فيها الطماطم عادي. هارفعها بقى على النار يا حبايب قلبي، وبعد ما أرفعها تعالوا أقول لكم إيه اللي أنا باحطه في الطماطم بتاعتي، إيه المكونات اللي أنا باحطها. الحاجات الحافظة اللي تحفظها لي السَنة، طبعًا باحط ورق الغار أو اللي هو ورق اللورا، علشان ورق اللورا ده يا حبايب قلبي بيخلّيها ريحتها حلوة، يعني بيخلّي ريحة الطماطم حلوة مهما قعدت بيدّي لها ريحة جميلة. وطبعًا باحط الملح، باحط 4 معالق من الملح ل25 كيلو، باحط لهم 4 معالق من الملح، دي المواد الحافظة بتاعتي. وباحط طبعًا معلقتين من السكر، والسكر ده حاجة أساسية. وطبعًا البابريكا، البابريكا عامل أساسي للطماطم، البابريكا بتدّيها لون حلو أوي، أوي. حُطّي كده 4 معالق من البابريكا هيدّوها لون حلو جدًا، وفي نفس الوقت يعني بيعزّزوا اللون بتاعها. معجون طماطم بسم الله تبارك الرحمن هو من نفسه مش عايز حاجة، هاسيبه بس بتاع 5 دقايق كده على النار، تبارك الرحمن طالع زي الفل معايا، لون الطماطم حلو أوي. ما تستغنيش عنها، اعمليها. كل ما تحسي نفسِك إن أنتِ خلاص صدقيني لو جربتيها مرة هتتعبي فيها يوم، بس هتريحِك باقي الفترة اللي هتستعمليها. بتحطي على قد الطبخة بتاعتِك وبتطلعيها جاهزة على طول، ما بتحتليش هَم أي حاجة، طماطمِك موجودة تطبخي في أي وقت، في نفس الوقت معمولة تخلّي طبيخِك أحمر ويشرّفِك قدّام أي حد تحطي قدّامه الأكل بتاعِك. خلاص يا حبايب قلبي كانت خلاص كده معايا الطماطم كانت جاهزة، على إن أنا بقى دلوقتي هابدأ أسيبها لمّا تبرد، وهنرجع بعد كده هنكيّسها ونشوفها مع بعض. الطماطم بتاعتي كانت بردت، شايفين شكل الطماطم عاملة إزاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن حمرا وجميلة، وحاجة كده بصراحة بيور سُكّرة. هنبدأ هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده، جِبنا بقى أي حاجة عندِك عايزة تكيّسي بيها، يعني شوفي بقى أي حاجة مناسبة عندِك، وهنبدأ نحط الأكياس اللي هي بتاعة اللبن دي، وهنبدأ بقى نكيّس على قد الطبخة بتاعتِك اللي أنتِ عايزة تعمليها. شوفي الطبخة بتاعتِك على قد يعني إيه بالضبط، وأنتِ بقى دي حاجة بتاعتِك أنتِ، يعني أنتِ اللي تقدري بقى تقولي إيه، كده كفاية يعني. أنا بالنسبة لي حسيت إن كده مناسب، فهابدأ بقى أكيّس كلّه بنفس الطريقة. دلوقتي الطماطم كتيرة وموجودة، وفي نفس الوقت داخل علينا شهر رمضان، فاعمليها وجهّزيها وخلّيها موجودة، وخلّيها موجودة في كل وقت يعني. طبعًا لو أنتِ ما عندكيش حاجة تحطّي فيها ممكن تفتحي الكيس بإيدِك برضه كده، وبرضه يعني هتعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها برضه أنتِ حاسّاها في إيدِك وأنتِ ماسكاها. هتكيّسي بقى الطماطم كل كمية الطماطم بالطريقة دي، وبعد كده هتبدئي بقى تقصّي بقى بالمقص كده كل الزوايد كده بتاعة الأكياس، هتقصّيها بالمقص بحيث إن هي ما تاخدش معاكِ مكان. تبارك الرحمن زي ما أنتم شايفين كان ما شاء الله كمية كبيرة، كبيرة وما شاء الله تكفّيني كتير. أول ما تخلص هاعمل تاني قدّها، ما تستغنيش عنها، هو ده سر طبيخِك الأحمر الجميل اللي هيشرّفِك قدّام أي حد. باتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.